السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. جاي لكم النهارده فيديو جديد، فيديو مشوق. تابعوا معايا لآخر الفيديو، ويا ريت لو انت ما انتش مشترك معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بحبكم جدا وتنوروني طبعا. زي ما انتم شايفين النهارده جوزي هو اللي بيعمل الفطار. قال لي كده انا هنزل، احنا كنا اصلا النهارده متفقين ان احنا ناكل سمك، فهو قال لي انا نازل السوق اجيب الاكل. فانا ما صدقت الصراحه ان هو يعني اخد يوسف معاه وكده. فانا دخلت يا دوبك نيمت يونس، لان انا الفتره اللي فاتت ديت ما كنتش بنام كويس. فهو رجع تلاقاني نايمه الصراحه، هو ما رضاش يصحيني، قال لي كده لان اصلا يا بنات ما كانش فيه غير ساعتين على الفطار. فتلاقيته بقى هو فاجئني الصراحه بالاكله ديت، وهو يعني انا بشكره جدا ان هو عمل الأكل بنفسه ووقف في المطبخ يعني. دي حاجة حلوة جدا وكبيرة ان راجل يعمل حاجات الست. بس هي على فكرة هي ولا عيب ولا حرام، دي الحياة اسمها مشاركة يا بنات. وده مثال لأي زوج يساعد مراته. زي ما انتم شايفين هو جاب صينية وجاب فيها سجق وبشر فيها بطاطس، وقطع كده طماطم عادية ما بشرهاش، قطعها كده حلقات. وجاب سمنة وجاب ورق لورا وحط البهارات وحط كل ده على بعضه. وكمان قشر بطاطس صوابع زي ما انتم شايفين، وبدأ ان هو يغسلها وفرم البطاطس في الكب. لان انا يا بنات ما عنديش مبشرة زي ما انتم شايفين كده. هيبدأ بقى ان هو يعمل الطحينة. جاب كده مقدار فنجان مية، وهينزل كده واحدة واحدة ويقلب. وهيفضل كده زي ما انتم شايفين ينزل واحدة واحدة ويقعد يقلب كده كويس. وفي الاخر نزل ببقية الكمية بتاعة المية. هيقعد يقلب كده لغاية ما الطحينة تدي لون الفاتح وتطرى كده. هو زود لها شوية مية لان هو شايف ان هي لسه محتاجة كده. خلاص هو يقعد يقلب فيها كده كويس. انا طبعا اتفاجئت بالاكل ده يا بنات، لان أنا زي ما انا قلت لكم ان احنا كنا متفقين ان احنا هنفطر سمك النهارده. فهو انا اتفاجئت الصراحه باللي هو عمله والاكل وكان تحفه الصراحه. يعني هو ما بيوقفش في المطبخ كتير، يعني كل فين وفين لما ببقى تعبانه هو بصراحه بيساعدني. بس لما ببقى تعبانه بس غير كده هو ما بيدخلش المطبخ يعمل اكل وكده. انا طبعا انا حابه ان انا اشكره والاكل انا انبسطت بيه جدا وربنا يخليك ليا ولولادنا يا رب. زي ما انتوا شايفين هو بدأ ان هو يحط خل والملح وفلفل اسود وتوم باودر. هيبدأ بقى ان هو يقلب كده كويس. وهو كده خلاص كده الطحينة خلصت. هيجيب بقى منديل عشان يشيل الفراغات ديت، الزيادات قصدي، الزيادات اللي في الطبق زي ما انتم شايفين. وكده خلاص هيبدأ بقى يشوف الصينية ديت.
زي ما انتم شايفين هو كان حاطط الصينية على النار وكان بيعمل في الطحينة، فهو ما خدش باله ان البتاع لزقت كده. بس بصراحة هي طلعت طعمها جميل، هي ما اتحرقتش يا بنات، هي بس علشان هو ما فضلش يقلب فيها وسابها فترة على البوتاجاز، فهي لزقت كده زي ما انتم شايفين، بس هي ما اتحرقتش. زي ما انتم شايفين هو بيسويها دلوقتي. هيبدأ ان هو يجيب بلوبيف كده من على الوش. وهيجيب جبنة موتزاريلا هيرشها كده على الوش. بجد يا بنات كان طعمها خطير جدا، وهو فاجئني بالاكله ديت، كان طعمها تحفه. زي ما انتم شايفين هيبدأ بقى ان هو يجيب يحط زيت في الطاسة، علشان بقى في حاجات تانية هو جايبها غير الأكلة ديت. هو قال لي بصي انتي، يعني بقى لنا فترة عمالين ناكل طبيخ، وانتي كل يوم بتطبخي ومش عارفة ايه، فانا النهاردة قلت اما اعمل كده، سبتك نايمة وقلت اما اخلص كده اجيب اكلة كده خفيفة خفيفة بعيش، ونقضيها النهاردة ايه، اكلة عيش. زي ما انتم شايفين هو حط بطاطس غير البطاطس اللي هو قطعها، وده ستريبس. زي ما انتم شايفين بيقلبوا علشان ما يتحرقش من جنب واحد، بيقلب كده عشان الستريبس ياخد لونين من الجنبين وكمان يستوي من جوه. زي ما انتم شايفين الصينية الجبنة الموتزاريلا ساحت. هيبدأ بقى كده ان هو يقلب. يعني انا والله يا بنات بجد انا اتفاجئت بالفيديو اللي هو صوره دوت، يعني اتفاجئت، يعني انا اول مرة بتفرج عليه كده زيكم دلوقتي، يعني لسه بتفرج عليه دلوقتي وبجد هو فاجئني والاكل طريقته جميلة، وبجد تسلم ايدك. زي ما انتم شايفين هو بدأ ان هو يقلب من كل الاتجاهات عشان يستوي. هو بيشوف البطاطس كده استوت ولا لأ. وهيبدأ ان هو يطلع كده الستريبس. وخلاص البطاطس خلصت فبيطلعها كده. بدأ ينزل بالبطاطس، وكان حط مكان الستريبس الكوردون بلو. زي ما انتم شايفين هو بيقلبهم من جميع الاتجاهات، لان اصلا الكوردون بلو ما بياخدش وقت يا بنات، وبيستوي بسرعة. زي ما انتم شايفين كده.
هنا بيشوف هو استوى ولا لأ. هيبدأ كده ان هو يقلبه على الجنب اللي هو خرمه، علشان كمان السوي يدخل من جوه، ما يبقاش غلاف من بره بس. زي ما انتم شايفين هو فتح الفرن وبدأ ان هو يحط الصينية من فوق علشان تدي وش. هيبدأ كده ان هو يقلب الكوردون بلو، وهياخده كده يحطه في الطبق كده. خلاص الكوردون بلو خلص يا بنات. هو ما بياخدش وقت خالص على النار. نزل بالبرجر. زي ما انتم شايفين هو بيقلب البطاطس. وهي بتهيألي يعني هي كده خلاص، بس هو بقى بيقلب يعني لو في حاجة مثلا لسه ما استوتش او ما ادتش لون، او لسه يعني ما اتحمرتش كويس، فهو سابها كده وبدأ ان هو يودي البرجر على الناحية التانية. هو كده خلاص طفى وخلاص البطاطس خلصت يا بنات. هيبدأ بقى ان هو يحطها في الطبق. هو كده بيشوف الصينية اللي في الفرن وهي كده خلاص خلصت زي ما انتم شايفين. هيقلب بقى البرجر على الناحية التانية علشان الجنب التاني يستوي، يتحمر كده يدي لون، وهينزل ببقية البرجر. زي ما انا قلت لكم ما كانش غير حاجات بسيطة جدا على المغرب، فهو كده بيحاول ان هو ينجز وقت. زي ما انتم شايفين هو بيعمل حاجتين مع بعض علشان يخلص بسرعة قبل ما المغرب يأذن. زي ما انتم شايفين ان هو اللي خلص من البرجر هو هيبدأ ان هو يطلعه كده في الطبق. زي ما انتم شايفين هو بيطلع اللي خلص وهيبدأ ان هو يحط غيره. زي ما انتم شايفين كده هو من ساعة ما خلص البطاطس والأولاد يعني يوسف ويونس عمالين يعيطوا عايزين ياكلوا بطاطس، وهو كده بيديهم. زي ما انتم شايفين هو بدأ بقى ان هو يقلب البرجر على الجنب التاني. يا ريت لو انت تابعتي معايا لاخر الفيديو، يا ريت ما تنسينيش بالاشتراك واللايك وكومنت القمر بتاعك، وتنوروني طبعا. زي ما انتم شايفين هو كده خلاص البرجر خلص. وهنا بقى خلاص كان حط الاكل على الترابيزه، بس بيقطع كده الصينيه ديت كده بالمغرفه. بجد يا بنات كان طعمها تحفه جدا بجد، وتسلم ايده. وده كان الشكل النهائي للاكل يا بنات.
وهنا خلاص بقى كنا اكلنا وهنبدأ بقى ان احنا نحلي، وطلبوا مني قهوة. وطبعا انتوا عارفين ان انا بعشق القهوة وبحب اعملها ان انا اشاركها معاكم، واي حاجة بتحصل معايا بحب ان انا إيه بحب ان انا اوريها لكم وتشاركوها معايا. زي ما انتم شايفين هي هنا كانت داخلة في السوي، زي ما انتم متعودين معايا ان انا باخد الوش دوت، بنزله في نص الفنجان، وبعد كده برجعها تاني على النار كده، تعمل وش تاني زيادة علشان الوش يتقل زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى ان انا انزل بالباقي. كده خلاص شربنا بقى القهوة، قلت بقى ادخل، هو كده مشكر قوي ان هو عمل الغدا. قلت بقى انا اتشجع كده وابطل كسل، لان انا لو كسلت وما اتحركتش كده يعني بقيت اليوم هتعب بعد كده، وممكن اكسل واخلي الحاجات تتراكم عليا واسيبها كده وما اعملهاش. فانا قلت كده لا، اتشجع كده واقوم اعمل حاجة. زي ما انتم شايفين هبدأ ان انا اطلع الاطباق واحدة واحدة، لان هما كلهم ازاز، فقلت اتشجع كده واحدة واحدة واغسلهم كده مع بعض عشان الحاجات كده ما تتراكمش عليا. وبعدين الصينية كان فيها كمية دهون يا بنات وكمية اتساخات، فانا قلت لا، انا لو سبتها كده الحاجة كده هتتراكم عليا كتير وفي الاخر انا برضو اللي هتعب، لان انا اللي بعمل كل دوت. زي ما انتم شايفين الصينية كانت متبهدلة ازاي من مكان الاكل. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا اشطف الحاجات اللي انا دعكتها عشان احس ان انا انجزت حاجة، ما سيبهاش كده جنبي. لا، انا اللي انا دعكته كده كويس احطه كده في مكانه عشان احس ان انا يعني خلصت حاجات شوية. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا اصفي المية كده اللي نزلت. هغسل كده الكنكة مكان القهوة. طبعا يا بنات ده الخبط ده صوت المسحراتي. زي ما انتم شايفين انا بدأت ان انا ادعك بقية الحاجات اللي في الحوض، وسبت الصينية كده على جنب علشان بعد ما اخلص المواعين آه هفتح عليها المية السخنة علشان المية السخنة تنزل معايا الدهون والاتساخات اللي موجودة. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا اشطف كده الحاجات اللي انا غسلتها، لان مش عايزة ارقم فوق بعض علشان اعرف برضو اعرف اتحكم في الحاجة والاطباق اللي انا بغسلها. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا اشطف الحاجات كده كويس. على فكرة يا بنات انا بحاول ان انا امنتج لكم في نفس اليوم، علشان برضو مش عايزة ان انا اتأخر عليكم في الروتين بتاعي، لان انتوا عارفين ان انا بحبكم جدا وبحب ان انا اكون متواجدة معاكم.
زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا ادعك بقية الحاجات اللي في الحوض. هبدأ بقى ان انا خلاص ادعك بقى كده المعالق والحاجات اللي كانت في الحوض، واشيل بقى بواقي الاكل اللي كانت في الحوض سد الحوض. وهبدأ بقى كده ان انا ادعك في المعالق. هحط الصينية كده في الحوض لان انا يعني هشغل عليها المية السخنة وهدعك فيها وكده، فعشان ما تعملش ازدحام وكده انا خلاص خلصت الحاجات اللي في الحوض فحطيتها بقى مكانهم. زي ما انتم شايفين انا خلاص بدأت ان انا اخلص المعالق وكده. هبدأ بقى ان انا اشطفهم وارجعهم في مكانهم تاني. شايفين كمية الدهون يا بنات اللي على الصينية؟ هبدأ بقى ان انا ادعك فيها كويس، هشيل يعني جزء من الاتساخات ديت. شايفين؟ هبدأ بقى ان انا اشطفها كده علشان اشوف ايه اللي لسه عايز يدعك. فانا قلت بدل ما انا عمالة بدعك كده ومفيش حاجة بتطلع معايا غير حاجات بسيطة، هشغل كده عليها المية السخنة. والمية السخنة يا بنات بتشيل اي حاجة لازقة في المواعين. هشطفها كويس وبعد كده هشغل عليها المية السخنة. وهدعكها انا بقى مع نفسي علشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. بس يا ريت لو انت فضلت معايا لاخر الفيديو، يا ريت لو انت تابعتي معايا لاخر الفيديو ما تنسنيش بالاشتراك وكومنت واللايك بتاعك. وده كان الشكل النهائي للمطبخ يا بنات. تصبحوا على الف خير.